هل لو انا شخص عندي مشاكل او تشالنجز في حياتي هيأثر ده على البارتنر بتاعي؟ تعالوا ناخد مثال. لو حد عنده مشكلة في موضوع البرفكشنزم، هو طول الوقت عايز كل حاجة مثالية. ممكن في الاول نبقى شايفين ان هي حاجة حلوة قوي، وحد يكره انه البارتنر بتاعه يبقى بيحب المثالية. ده هتبقى بتعمل كل حاجة بيرفكت في البيت، هتبقى طول الوقت بتحاول تخلي بالها من تصرفاتها، بتراجع نفسها. تشوف كده السايد التاني اللي بالصفحة كده، هتلاقي ان الشخص ده عايزك انت كمان تتصرف بمثالية طول الوقت. هيبقى دايما عنده تصور عن الموقف ده المفروض نعمل فيه كذا، الموقف ده الصح بتاعه كذا طول الوقت. هو مفيش مشكلة لو بقى عندي ده في موقفين 3 حاجتين محتاجاهم مثاليتك او البرفكشنزم اثر في العلاقة. ايه اللي ممكن اعمله في حاجة زي كده؟ انا مش هشاور عليه واقول له ده عشان انت عندك برفكشنزم، شفتي بقى ان انت بتعملي كذا عشان عندك كذا. دي معايرة، ودي حاجة لما بتحصل بتبقى شرخ في العلاقة. بحس ان انا بعد كده مش هقدر لو عندي عيب اجي اقوله لك وانا مرتاحة. طب بتعمل ايه؟ نساعد بعض. فانا بقيت ادرى او عارف ان الشخص اللي انا مرتبط بيه عنده مشكلة في الموضوع ده، فبحاول اساعده يبص اكتر ان فعلا ما اتصرفتش صح في الموقف ده، ولا بشكل مثالي احنا كده بنسعى له. محتاج نكون احنا الاتنين صراحة مع بعض. يعني لو فعلا انت شايفة ان هو اتصرف صح في الموقف ده، فممكن تقولي له انا فعلا كان عندي حتة زيادة مثالية كنت عايزاها منك. ان احنا الاتنين نبقى بنساعد بعض. انا لو بغلط في حاجة اقول فعلا انا كنت غلطانة في الحتة دي، الايجو بتاعنا نتخلى عنه شوية. فلو كنت انا غلطانة في الحتة دي اقول انا غلطت فعلا في الحتة دي، والطرف التاني يبقى برضو بيحاول يساعدني.